اهلا وسهلا بكل زوار موقع المنار. معكم فاروق جبرين مقدم برنامج رمضان كريم. احنا اليوم بالحلقه الرابعه بمنطقه المحاجني. في تجديد حلو لنا مكاتيب الهدايا رقمناهن، كل مكتوب برقم، المشترك بنكي رقم وعلى ظهر المكتوب مكتوب السؤال، وحسب الرقم اللي بنكيه صعوبه السؤال. وتابعونا. رمضان كريم حج. رمضان كريم الحمد لله. عرفنا حالك. الحج احمد غليون. يا هلا فيك يا هلا فيك. في موضوع غريب عندنا بالبلد، ظاهرة بتصير دائما خصوصا هون بالمنطقة اللي احنا فيها بالمحاجني. في أزمة سير دائمة عندنا بالبلد وخاصة برمضان، يعني بالمشتريات وهي الشغلات. شو رأيك بهي الظاهرة؟ والله هي ظاهرة الشباب بيجوا من كل الحارات على هذا الشارع بالذات، مش عارف ليش شو بيختاروا هذا الشارع ليش بالذات، وهذا الشارع ذاك ووقف السيارات على الناحيتين وبصير أزمة سير في الشارع، لذلك بصير أزمة سير. مثل ما تشوفون الشارع ذاك ومن عن الجانبين موجود سير، بصير ذاك الشارع. شو برأيك الحل لهذا الموضوع؟ شو الحل؟ يعني فيش حل له هذا الا اذا بيعملوا منتزهات في الحاره في البلد، وهي اللي صعب. فيش مناطق اللي انعمل فيها منتزهات في البلد عندنا هون. حنيون ما فيش اللي يحطوا للسيارات، السيارات بوقفون على جنب الشوارع، فيش حنيون ما يحطوهم فيه، لذلك بصير هذا الحل الوحيد انه يعملوا حنيوني. حج بيطلع لك فرصة نسألك سؤال وتربح معنا ان شاء الله. انا معي مكاتيب مرقمة من 1 ل 6، مرقمة من 1 ل 6. اختار رقم وفي على وراء سؤال. 4. طيب السؤال بقول لك بأي سنة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع اللي هي الحجة الوحيدة؟ السنة الأولى من الهجرة ولا الثامنة ولا العاشرة ولا ال15؟ إذا حجة الوداع معناته في 15. 15 متأكد؟ جواب غلط، 15 بس معك كمان فرصة تجاوب. إذا العشرة. العاشرة؟ متأكد من جوابك حج؟ لأنه إذا مش 15 معناته 10. طيب جوابك صح. تربح معنا هدية مقدمة من روزماري بالشارع السوق إن شاء الله. ألف مبروك. وجه كلمة لمين ما بدك. والله أنا بوجه الكلمة المضبوط للشباب اللي هم بيضلوا ماشيين بالشوارع، وللصاحبين الموتوسيكلات هذول اللي بيعملوا ضجة وبيعملوا شوش على الناس. نطلب منهم انه ما يعملوش هاي الشغله، وبايام العياد يختصروا الناس من مشيانهم بالشوارع، والسيارات يختصروا فيهم ما يفوتوش في الشوارع، ينطوا مجال للناس انها تروح وتيجي. وهذا اللي بقول بهنئ الشعب الاسلامي ان شاء الله رب العالمين برمضان المبارك عليهم كجميع وعلى جميع المسلمين. ان شاء الله بتوصل رسالتك ورمضان كريم. يعطيك العافيه. رمضان كريم. رمضان كريم، الله يعطيك ان شاء الله مبارك للأمة الإسلامية ولأهل أم الفحم خاصة ان شاء الله. عرفنا حالك. خالد الوليد أبو راعد من أم الفحم، معلم رياضيات في المدرسة الأهلية. يا هلا فيك. بداية بدي أسألك عن موضوع صغير. بالبلد عندنا أزمات سير، الكل بيعرف بهالشغلة، وخاصة هون احنا بحي المحاجن اليوم كثير بيعانوا من هاي الظاهرة. شو رأيك بهاي الشغلة؟ طبعا واضح انه الأزمة موجودة، ولو اني انا طبعا مش عارف شيء كثير لاني نادرا ما بطلع على البلد على الحارة، بس طبعا الظاهرة موجودة ممكن الاستغناء عنها بواسطة انه قسم كبير من الناس لما فيش حاجة انه يطلع بالسيارة طبعا يطلع ماشي يترجل، جاي بده يروح على المسجد او بده يروح يقضي حاجة يشتري طبعا اي شغلة. مفضل انه بما انه اغلب السيارات الموجودة اليوم هم من داخل البلد، مفضل انه الناس تمشي طبعا تترجل شوي وتوصل لهدفها. ما اعتقدش انه في داعي يطلع بالسيارة، خاصة الشباب الصغيرة. هاي عمليا اذا انت بتقيسها بتطلع انه معظم السيارات هي نفسها بتعيد على نفسها، عامله بشكل دائري بتلف وبترجع. طيب انت اعطيتني هسه حل، برايك شو المسبب لهي الظاهره؟ المسبب هو الافراط شوي عند الشباب طبعا في الظاهره هاي. المفروض على الاهالي شوي يشدوا على اولادهم، ما يعطوا مجال انه انت بدك السياره تطلع فيها. سبب رئيسي هو طبعا جهل، انا حسب رايي جهل، وهذا الاشي بعود اخرى مره للاهل وللبيت. طيب استاذ خالد بيطلع معك فرصة نسألك سؤال وتربح معنا هدية ان شاء الله. عندي مكاتيب مرقمة وكل مكتوب على ظهره في سؤال. اي مكتوب بتحب تختار؟ 3 ان شاء الله. جيبوا سعر. مكتوب 3. بقول لك ما هما الابيضان؟ الابيضان طبعا في الاسودان وفي الابيضان. هسا الابيضان عندك 4 احتمالات.
هل هو الماء والتمر، ولا الماء واللبن، ولا التمر واللبن، ولا الماء والسواك؟ الله أعلم، الماء واللبن. الماء واللبن. جوابك صح 100%. وبتربح معنا هدية مقدمة من محل روزماري اللي بشارع السوق، وإن شاء الله ألف مبروك. تفضل أستاذ، وجه كلمة لمين ما بدك. أول شيء لك طبعا بنوجه، وللشباب هون طبعا، للأمة الإسلامية إن شاء الله، لأهل أم الفحم بعود العيد إن شاء الله بخير، وبنتي برمضان إن شاء الله برجع علينا كل سنة وإحنا سالمين، ونسأل الله تخف هاي الظواهر إن كان من بتحكي عن زحمات سير، عن عنف اللي موجود في التفشي في الوسط العربي، وإن شاء الله رب العالمين إنه تبقى الأمور على أيسر حال. إن شاء الله رمضان كريم ويعطيك ألف عافية. رمضان كريم والله معك. يلا رمضان كريم حبيبي. رمضان كريم. شو اسمك؟ كرم. وأنت؟ أروى. حلا كرم وأروى. بدي أسألك سؤال مشان تربح ولا شو؟ يلا. دعاء. بدك سؤال ولا بدك تغني؟ تهني. بدكم تغنوا؟ طيب يلا غنوا. أنا البندورة الحمراء بين الخضر وكل مني لا تشبع يلا هسه مع بعض. أنا البندورة الحمراء مزروعة بين الخضرة وكل مني لا تشبع سود خدودي حمراء. يلا كلهم باي. تعال وين رايح؟ تعال بدك تاخذ هدية. هاي بتعطيها لأمك، بتقولها هاي هدية من محلات روزماري بشارع السوق. امسك، استنى امسك. يلا هسه كلهم باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل فاروق. رمضان كريم خير. الله أكرم. عرفنا حالك. أحمد سيد أبو رايد. يا هلا فيك. احمد، بالبداية بدي اسألك سؤال صغير. انت هون عايش بالمحاجنة ولا؟ يعني انا بلاحظ انه اغلب البلد وهي المنطقة خصوصا بتعاني من ظاهرة اللي هي ازمات السير. شو رايك بهي الظاهرة؟ والله كل رمضان هيك يعني يبكى عنا أزمات سير. بس برمضان؟ بس برمضان يعني على الأغلب الأكثر برمضان، لأنه يبقى الناس بدهم يشتروا إغراض وهيك يطلعوا قبل الأذان، فيبكى عنا أزمات سير. انت شخصيا او ابوك اذا بيطلع بالسيارة او شيء بتتضايق من هاي الظاهرة؟ لا، ليش تتضايق؟ طيب شو برايك مسبباتها؟ فيش يعني مسببات، اما الناس بدهم يلبوا حاجاتهم، يشتروا اغراض ويتسوقوا. طيب بيطلع لك فرصة نسألك سؤال ببرنامج رمضان كريم موقع المنار، وإن شاء الله بتربح. الجديد بهاي الحلقة إنه عندي الأسئلة مرقمات على أرقام على المكاتيب، أنت بتنكي رقم وعلى ظهر المكتوب في سؤال. نكي. عندك 1 2 و6. اختار واحد. يا سيدي. شو معنى كلمة أرقم؟ عندك 3 اختيارات: مسلم، كتاب، قلم، ولا مسجد؟ الأرقام. فكر شوي وما تتسرعش. مسجد الأرقام. أعتقد مسلم. مسلم؟ متأكد من جوابك؟ ليش خطر ببالك إنه مسلم؟ إنه في مسجد اسمه مسجد الأرقام، فيعني طيب يعني ما فيش احتمال يبقى مسجد الكتاب أو مسجد القلم، يعني ليش مسجد المسلم؟ هيك ببالي. جواب نهائي يعني، بديش ألف ودور وأطول عليك. جواب نهائي. جواب بخربط وجوابك غلط. أنا آسف، جواب الصح هو قلم. أرقم معناها قلم. والله يوفقك بالمرات الجاي وعجبني حكيك. رمضان كريم. رمضان كريم خير. الله أكرم. عارفين حالي؟ اسمي ثراء محميد من أم الفحم. يا هلا فيكي. بداية بدي أسألك عن شغلة صغيرة. أنا بالبلد وخاصة هون وين إحنا هسه بحي المحاجني زي ما شايفين ورانا في أزمات سير ملان، شو رأيك بهالشيء؟ أول إشي الإشي يعني طبيعي إنه إحنا برمضان والكل بيطلع والكل بيزور أقاربه وإشي، فنسبيا الإشي طبيعي، بس بنشوف مرات برضه بغير رمضان تبقى في أزمات سير. بغير رمضان لا، إنه مرات بتحس إنه الإشي صار زيادة عن اللزوم، إنه في مثلا شباب بتطلع وإشي. أنا حسب رأيي مش لازم كل واحد يعني وقت ما بده يطلع، إنه في مرات اللي لازم الواحد يختصر فيها، إنه مش دائما. برأيك الشخصي شو المسبب والحل هاي؟ المسبب أول إشي إنه البلد فيها ملان ناس وبنفس الوقت هي صغيرة، فالحل حسب رأيي إنه كل واحد يحاول قد ما بيقدر يختصر بالطلعات وخلص. والحل برأيك؟ ما أنا قلت لك إنه يخففوا من الطلعات. طيب معك فرصة إنه نسألك سؤال وإن شاء الله بتربحي. معي مكاتيب مرقم، ينكي لك رقم 6. افتحوه؟ لا تفتحوش. السؤال بيقول لك شو القبر اللي مشى بصاحبه؟
قبر قبر مشى بصاحبه. بدك تفكر بطريقة ثانية. قبر لي الحوت بجوز. أي حوت؟ الحوت أنو كان صاحبه؟ سيدنا نوح. سيدنا يونس. جاوبك صح، ألف مبروك. بتربح المكتوب اللي السؤال عليه، مكتوب من مسمك الداوود محمد داوود، سمك بقيمة 100 شيكل، وإن شاء الله ألف مبروك. وجهي كلمة لمين ما بدك. شكرا لموقع المنار وإلكم شخصيا، وبوجه كلمة لكل أمي الإسلامية وينعاد علينا وعلى الكل بخير. رمضان كريم ويعطيك العافية. رمضان كريم خير. الله اكرم حبيبي. عرفنا على حالك. محمد مروان ابو رائد. يا هلا فيك محمد. بدي استفسر منك عن شغله صغيره. عندنا بالبلد وخاصه هون بالمحاجني في ظاهره غريبه، الازمات تصير، ازمات تصير بقوه، وبظن انها بتاثر على الناس اللي عايشين هون والجيران. مزبوط. شو رايك بهي الظاهره؟ والله مشان الشوارع صغار وفي هنا كثير محلات والناس بتحب تيجي على المحاجني برمضان، يعني في كثير شباب بتجمعوا وفي كثير شغلات حلوه، فمشان هيك بصير شو اسمه الازمات تصير. طيب شو برايك المسبب الاساسي لهي الازمات؟ والله الشباب شو كل واحد بده يمشي بالسياره يدعس معلل الستيرد يمشي شوي شوي، يعني واحد يصف يشتري من محل بده يوقف في الشارع. بصفوا بمحلات اللي هي مش خصوصيه، يعني بصفاش بالشارع، يعني بصفاش بمحل لازم يصفها بيه، صفها على جانب دائما. طيب خيا معك سؤال، معك فرصه نسالك سؤال وتربح ان شاء الله. تجرب حظك. ان شاء الله. طيب في عندنا مكتوبين واحد واثنين، نكي واحد. أنا بدك واحد. طيب كلمة أرقم شو معناها؟ معك عندك 4 اختيارات، مسلم أو كتاب أو قلم أو مسجد، نكي واحدة منهم. ايدا اقراهن هذني، عندك مسلم، كتاب، قلم ولا مسجد، أنو منهن الصح؟ معنى كلمة ارقام المسجد. مسجد. متأكد من جوابك؟ لا. طيب فأعطيني جوابك متأكد منه. والله السؤال اول مره بمرق علي، بس انا عارف خلص. القلم. متأكد من جوابك؟ ان شاء الله. القلم جواب صح. ربحت هدية مقدمة من محلات روزماري شارع السوق، إن شاء الله ألف مبروك. تحب توجه كلمة لمين ما بدك وجه؟ اهلا وسهلا بكم وداوم بكم منور البلد، وحلوات هاي الشغلات اللي بتعملوها يعني. يا هلا فيك خيا، رمضان كريم. ده أنا زاد في قلبي حنين ودموع. رمضان كريم. رمضان كريم. شو اسمك يا بنات؟ ملك. طيب ملك بدي أسألك سؤال صغير، طيب وبتجاوب إن شاء الله. شو هو؟ بس مش تغلطي. طيب. أنو آخر نبي؟ سيدنا محمد. متأكدة؟ طيب وأول واحد أنو؟ سيدنا آدم. متأكدة من جوابك؟ طيب لأنك أنت شطورة بدي أعطيك هدية بتعطيها اليوم لأمك من محل روزماري بشارع السوق، طيب؟ وألف مبروك. قولي كلمة لمين ما بدك؟ لأختي. قولي لها يلا. مبروك. لأنه فزت. ليش مبروك؟ لأنه فزت. لأنه فزتي. طيب يلا أمور روحي اعطيها الهدية. وصلنا لنهاية حلقتنا الرابعة اللي كانت اليوم بحي المحاجني. إذا عجبتكم الحلقة اعملوا لايك، اعملوا شير، وتابعونا على موقع المنار.